يشهد المشهد السوداني تطورات متلاحقة وسريعة، أهمها الانهيار الكبير داخل صفوف الدعم السريع مقابل تقدم ثابت وواضح للقوات المسلحة على عدة جبهات. ومع هذا التغيير الميداني تعيش مناطق دارفور وكردفان حالة ارتباك وفوضى، بينما تتحرك وفود دولية بشكل عاجل لمحاولة إيقاف الحرب قبل الوصول إلى مرحلة يعتبرها كثيرون اللحظة التي لا مجال للعودة بعدها. في آخر الساعات ظهرت ملامح مرحلة جديدة تماما، ومع اشتعال الجبهات وامتداد القتال خرج القائد العسكري ياسر العطا بتصريح مهم يؤكد أن الجيش يستعد لخطوة حاسمة. هذا التصريح جاء متناغما مع تحركات عسكرية واسعة تشير بوضوح إلى إعادة ترتيب المشهد القتالي تمهيدا لعمليات كبيرة في الميدان. مصادر من داخل ساحات المواجهة تؤكد أن الجيش ينفذ عمليات تطهير دقيقة باستخدام المسيرات والمدفعية ووحدات الاقتحام، إلى جانب فرق تعمل خلف خطوط الدعم السريع. وفي ببنوسة تمكنت القوات من إحراز تقدم وصف بأنه انتصار كبير غير جزءا مهما من توازن المعركة. أما كردفان فالمشهد فيها مختلف كليا. السكان هناك يؤكدون وصول عربات تحمل مقاتلين مرهقين ينتمون للدعم السريع، يتراوح عددهم بين 15 و20 فردا في العربة، أغلبهم في حالة إنهاك شديد وانسحابات واسعة تجري بلا تنظيم. كما تشير الشهادات إلى تفكك القيادة الميدانية وانتقال عدد كبير من القادة نحو دارفور ونيالا، فيما بقيت مجموعات صغيرة مرهقة بلا قيادة واضحة. البعض فقد الاتصال بقياداته، وآخرون انسحبوا إلى مناطق داخل دارفور. وفي نيالا بدأت عائلات كثيرة بمغادرة المدينة نحو إفريقيا الوسطى خوفا من العمليات العسكرية المقبلة. كما تؤكد التقارير أن مجموعات شعبية كانت تقاتل إلى جانب الدعم السريع بدأت بالابتعاد عن المدينة وتتحرك نحو الحدود. ورغم أن مجموعتين مسلحتين تقيمان معسكرين هناك، فإن أغلب عناصرهما من صغار السن بين 12 و14 عاما، مع نقص كبير في التدريب والأسلحة وغياب شبه كامل للدعم الجوي. ويكفي أن طائرة واحدة فقط هبطت في المنطقة خلال 9 أيام لتوضيح حالة الضعف اللوجستي. وتتحدث بعض المصادر عن محاولة نقل هذه المعسكرات، لكن أغلب المتابعين يجمعون على أن دارفور وكردوفان لم تعدا مناطق قتال فعالة للدعم السريع، وأن ما يحدث هو مجرد محاولة لإظهار وجود ميداني لا أكثر. ومع هذا الانهيار الواضح ظهرت موجة ضخمة من التحركات الدولية، مبعوثون أمميون، وفود إفريقية، ممثلون من دول أوروبية، جميعهم يطالبون بوقف الحرب فورا. لكن السؤال المطروح: لماذا الآن؟ بحسب المراقبين السبب لا يعود لاعتبارات إنسانية مفاجئة، بل لأن الدعم السريع يعيش أضعف لحظاته منذ بدء النزاع، فقد خسر قيادات محورية وتراجعت قدرته على الإمداد والانتشار. ومع هذا الواقع أي استمرار للمعركة سيقود لحسم كامل لصالح الجيش، وهو ما لا يناسب مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية التي كانت تراهن على إطالة أمد الصراع لإعادة ترتيب المشهد داخل السودان. أما الشارع السوداني فموقفه واضح: لا هدن ولا وقف إطلاق نار في لحظة الانتصار. الناس تطالب بحسم شامل يضمن الأمن والاستقرار، وترفض أي فرصة تمنح الدعم السريع وقتا لإعادة تنظيم صفوفه. وسط هذا كله خرج أحد السياسيين المعارضين للحرب بتصريح مثير قال فيه إنه يجب استخدام القوة لإجبار الجيش على قبول هدنة، وهو تصريح وصف بأنه خطير وقد يستدعي تحقيقا دبلوماسيا، لأنه يدفع نحو مواجهة مع مؤسسات الدولة. وتشير التحليلات إلى أن ما يجري في السودان يتجاوز كونه صراعا داخليا، فهناك أطراف خارجية حاضرة بقوة تحاول صياغة الواقع السياسي عبر دعم مجموعات معينة أو الضغط سياسيا لفرض تسويات لا تعكس الإرادة السودانية. وكشفت مصادر سياسية سودانية أن مشاريع التسوية التي روج لها سابقا كانت بدعم خارجي مباشر، وأن بعض القوى حاولت فرض صيغة سياسية لا تتناسب مع الوقائع الميدانية. أما الضغط الدولي الحالي فسببه أن موازين القوة تميل بالكامل للجيش، واستمرار تقدمه يعني نهاية المشروع الذي بني لسنوات. ولذلك تتحرك تلك القوى سريعا لقطع الطريق على لحظة الحسم الكامل. خلال الأيام الأخيرة تغيرت الخريطة بسرعة غير مسبوقة. نقاط الصراع التي كانت تعتبر معاقل للدعم السريع أصبحت تحت سيطرة الجيش وترفرف فوقها الأعلام. ومع انهيار الإمدادات وانفراط عقد السيطرة تظهر صورة أوضح: القوات التي اعتمدت على الفوضى أصبحت أمام واقع لا يمكن تجاوزه، عنوانه الرئيسي: تفكك كامل. في الوقت نفسه
تزداد التحركات الدولية والاجتماعات لإيقاف الحرب، ليس رغبة في السلام بقدر ما هو خوف من أن يصل الجيش إلى النهاية التي لا يريدها الخارج. كلما اقتربت لحظة الحسم ارتفع الضغط لفرض هدنة، وكأن المطلوب هو إبقاء الباب مفتوحا قبل النهاية بقليل. لكن داخل السودان الرؤية مختلفة تماما. الناس الذين دفعوا الثمن الأكبر لا يقبلون بوقف إطلاق النار ما لم يتحقق الأمن الكامل. ومعطيات المرحلة المقبلة تشير إلى عمليات واسعة في دارفور وكردوفان ستكون الأكبر منذ بداية الحرب، بهدف إنهاء أي وجود للفوضى أو إعادة تشكيل جيوب جديدة للقتال. وهكذا، ومع تراكم كل هذه المؤشرات، يتضح أن السودان يقترب من لحظة التحول الكبرى، اللحظة التي تسبق إغلاق دائرة الحرب، ما يسميه العسكريون مرحلة ما قبل النهاية.